السلام عليكم جماعة الخير، نتمنى تو الموند فا بيان. اليوم جيتكم بهذا الفيديو اللي طولت يعني، وانا كل خطرة نقول نديرها بسرعة، لكن الله غالب الظروف ما سمحتش. ان تولي كا افوتر نيفو تيليشارجيوها، خاطر على بالي بلي المراركة رايحين يضربوها كيما ضربوا لا فيديو اللي فات. اذا هنا هذه مدينة سيدي بالعباس والتي احببتها حبا شديدا، ولا هنا وين درت المربع الابيض هذا اللي سي عزة اللي قريت فيه في ذلك الوقت، كنت اون كلاس دو سكوند. بنحكي لكم دوك على قضية المراركة تاع 75. اذا كان احنا كل ما يكون عندنا وقت، لانه المراركة في هذاك الوقت كانوا يغيبوا ما يجيوش ما يحضروش للقرايه نتاعهم. سنا نكسبليكي لكم قبل يعني كيفاه لهنايا المراركة كي كانوا يغيبوا ما يجيوش يقراو معنا، كانوا معنا السامبي، كان معنا ذاك مولاي، كان معنا دونك هذا الخط اللي كنا كي يكون عندنا وقت فراغ قالوا دايرين مانيفستاسيون. في الاول كانت كيما راهي البلديه وين درت السهم الابيض، كانت عند البلديه اون فاس على الجامع تاع ابو بكر الصديق، في هذيك لابلاصات اللي اون فاس على البلديه، ومن بعد كي زعقوهم ولاو قدموهم لقدام راحوا لابلاص كارنو. لابلاص كارنو وراه لاحق راس السهم اون فاس على التياتر، اي داريير هاد لابلاص كارنو هذه موجود لو تريبيونال دو سيدي بالعباس، هذه اللي درت لكم عليها المربع الاصفر، هذه هي لابلاص كارنو في سيدي بالعباس. اذا المراركة تقريبا الكل بالعلامات تاعهم والعياط والدنيا كما كانوا ما يقولوا له الحراك. هذاك الوقت انا سمعت كلمة هذه الحراك من المراركة، علاش نقول هي كلمة داخلة. وكان تما وراني داير السهم الاخضر كون ابل لو كيوسك. لو كيوسك هذا كانوا يديروا فيه بكري سهرات تاع موسيقى وكذا، كانوا لي فرار زرقي في هذاك الوقت اكسيتيرا. دونك كنا نروحوا نحضروا ساعات، والجهه اللي راه جاي السهم هذيك من تم كانوا بكري لي غاليري. دوكا جو سي با سكو واش قالوا لي سوستي جينيرال وما نعرف واش هي تما. بكري كانوا لي غاليري الجيريان عندهم دخله منا، وعندهم دخله على الطريق اللي ما راهيش تبان لكم لافوني برينسيبال. اذا هذو المراركة وين كانوا يتلموا في 1975 جوست من بعد ما دخلنا للدراسة في شهر سبتمبر. عادوا يغيبوا ما يجيوش، بدينا احنا تقلقنا، قالوا شي المراركة ما راهمش يجيو، فلان ماوش يجي. ما هذاك الوقت ما كناش نقولوا المراركة، ما كناش نخموا في هذا الشيء كامل. قالوا موش يجي فلان موش يجي، على ما مش راهم يغيبوا وكذا. عدنا نروحوا كي يكون عندنا وقت فراغ ولا البروفيسور ما يجيش ولا هذاك، نروحوا ندوروا ونحوسوا، نروحوا منا ونلحقوا حتى الفوق، نفوتوا على ليسي الحواس ونروحوا نطلعوا حتى ليسي النجاح الفوق. هاك تعرفوا كوم تو لي جون اللي بوجيو شويه. ليسي النجاح سيتي لو ليسي تاع لي في هذاك الوقت في بدايه السبعينات في سيدي بالعباس. اذا كنا نخرجوا، قال مدايرين على واش؟ قال لك يا ودي راهم يقولوا باللي على حساب الهضره وكذا. رحنا ما احنا سقسيناهم، نسقسيو معاهم، نقصروا معاهم وشيه، انتم راكم ضيعتوا وقت طويل، خاطر جابوها ما قراو لا سبتمبر لا اكتوبر لا نوفمبر، حتى النهار سمعنا باللي مداوهم للمروك، راحوا مواديهم اكسيتيرا، داوهم ركبوا في الترا بالعباس التليلات دور من ثم كاين اللي يديهم من ثم في ليكار، وكاين اللي من بالعباس يديهم ديريكتومون بار لا فوا فيري جهه تلمسان. دونك هذاك الوقت ما كنا فاهمين فيها والو، احنا قضيه الصحراء الغربيه والصراع هذا اللي كان نايض في ذلك الوقت. لكن كي تلاقيناهم ونسقسيوهم، قال يا ودي وشي حكايتكم انتم؟ قال لك يا ودي عطاونا جاو اوامر ومام والدينا قالوا لنا ما تروحوش تقراو، تروحوا ديروا التجمع في الحراك وكذا، وتروحوا ديروا الحراك اكسيتيرا. سي فري كو احنا كنا لما كنا نسكنوا هكذاك في الماكوني، جيت بريانطو هذيك وتما كانوا مراركة اللي كاريين هكذا حوانت دايرين دي زيبيسري، واحد داير يبيع الحليب وواحد كذا، غالقين. لي فونكسيونير عندهم ما يروحوش،
كانوا اللي يخدموا في البلدية، بعد اللي خدامين في البلدية كسوا مام اجون دو بيرو، ولا كان حتى اللي كانوا نتاع لي زيبوار تاع الطرق هذوك وكذا، حطوا الحوايج عادوا ما يخدموش ويروحوا يتلموا في الحراك. دوك كان عندهم إعاز على أنه الناس تتسجل، خاطر بداو ثم طلبوا من البلديه باه يسجلوهم، قال لهم روحوا خطونا من قدام البلديه باسكو الطريق هذيك ثم البولفار اللي هم فاصل اللي قدام البلديه بين اللي الطريق اللي بين الجامع المسجد وكما راكم تشوفوا فيه لنا في الصوره والسهم الابيض تاع البلديه، عاد الغاشي كثر لا سيركيلاسيون تما ولات صعيبه سا ديرونجي بالعياطه تاعهم اكسيتيرا. قالوا لهم روحوا خطونا منا، راحوا لابلاص كارنو. اذا هنا في الكيوسك هذا داروا طابله، دوك من بعد نوري لكم الصوره تاع الكيوسك كيفاه مخدوم. داروا طابله باسكو بكري كانوا يديروا فيه وقديم اونتولي كان من الوقت اللي كانت لا ليجيون موجوده لهنا في بالعباس، كانوا يخرجوا هذاك لوركستر نتاع لا ليجيون يجي ثم في هذاك الكيوسك ويسنيتري على روحو يديروا لا ميوزيك ولا ترومبات والدنيا. ومن بعد في الاستقلال تاع الجزائر ولاو يديروا ساعات تشوف في بياس تياترال من تاع الليسي ولا تاع التياتر اون فاس تما باش ما يديروش والغاشي يجيو سيرتو في ايامات الصيف يريحوا برا تما في لابلاص كارنو ويستغلوا اون بياس تياترال ولا يستغلوا ان اوركستر. قلت لكم اللي كان شايع هذاك الوقت تما في السنوات تاع بدايه السبعينات سيتي لي فرير زرقي. C'était un groupe de jeunes, un orchestre qui était extraordinaire. Donc, on a نسمعوا لهم ونتبعوهم. C'était ça بالعباس. بالعباس c'était une très très belle ville في هذاك الوقت تاع السبعينات. عندي عامين ولا ضرب دورة لها يعني. رحت لها قبل لكن بسرعة، لكن الخطرة فت عليها يعني ريحت فيها مليح. C'est plus بالعباس ce qu'elle était autrefois. بالعباس غنى عليها بكري والراتب ومدين ونورة ربي يرحمهم، اللي غناو عليها تاع يا بن سيدي يا خويا ويا دلالي وماش غير ارواح وقول درت مرا خلق قدرة ربي والمكتوب وين رماني حتى نلحق على الناس الكبرى اللي وين يقول لها هو بالعباس خير من باري في السكنة، وهي تقول له ما تجيبش باري للصحراء وبالعباس غير ربع ركاني وكذا. داير بكري نعيطوا لها البتي باري. C'était une belle petite ville, c'était extraordinaire, elle était vraiment belle. Moi je l'aimais. كانت مليحة. On avait il y avait plein de beaux jardins, les cinémas تاعها شابين. Je crois qu'il y avait le Vox ou كذا. Si je m'en souviens, ça remonte à très longtemps quand même. دونك سيتي بو. اي با كنا نروحوا عند هاد المرار كان تلاقاهم واش انتم كذا، يقول لك اودي عطاو اوامر ما نقدروش نجيو كنقراو وكذا وهذه من حتى نهار سمعنا امداوهم. هي الحكايه بدات عند بدايه سبتمبر تقريبا اللي بداو يديروا في لي مانيفيستاسيون تاعهم وهزين العلامات وواحد الشيء انكرويابل الوغ كون الجيري في هذاك الوقت كي اوزري فار اون مانيفيستاسيون. ما كانوش حنا لي مانيفيستاسيون، ما كانتش الناس دير دي مانيفيستاسيون. يافي كيلكو بوتيت كراب اللي كانوا منا ساعات في رويبه، ساعات في واد حميميم في جهه قسنطينه، ساعات هكذا وين كاين دي زونتربريز ايطاتيك مي باه هكذا في الاخر الشعب يدير دي مانيفيستاسيون كوم سا. نو، الشعب ني بونسي ميم با بيسك الناس الكل كانت عايشه بخير في ذلك الوقت. نقولها صراحه كنا عايشين بخير ميم توت اون ايطون جون عايشين يعني نوتر في لو بلو نورمالمون دو موند. On n'était pas agacé, on jouait au football, نلعبوا نروحوا لي صال سينما نحوسوا كوم تو لي جون تاع وقتنا. اذا قلت لكم كنا الاخر نروحوا نلقاوهم يمانيفيستيو 1 2 3 فيف لو روا مش عارف انا منبت الفجار وقبلت الزبل نتاعهم اكسيتيرا اكسيتيرا. القضيه والمشكله كيفاه بدات وكيفاه طورت. رجعت الامور الى مجراها نقولوا حنا الطبيعي بعد لي زيفينمون تاع 63.
تعدلت الامور شويه، ولات علاقات، ولات كذا فيها لقاءات. السلطان تاع المروك كان يجي للجزائر، رئيس الجزائر كان يروح للمروك، لو بلو نورمالمون دو موند. جات قضيه الصحراء الغربيه، انه الجزائريين والناس كل تعرفها باه ما نظلوش نكروا فيها. الجزائر كانت تعتبر قبلة الثوار وقبلة الناشطين للتحرير في العالم كامل. الصحراء الغربية مستعمرة اللي لابد تاني من الاستقلال نتاعها. الاستقلال تاعنا كيفاه؟ الشعب يقرر. نفس الشيء احنا حرب كحلة، الشيء اللي مات يعلم به ربي، وعلى الاخر قال الريفيروندوم، درنا الريفيروندوم، الشعب كامل انتخب على انه الاستقلال للجزائر. لا ميم شوز للصحراء الغربيه، قال الريفيروندوم. الملك الحسن الثاني قال لهم لا، كانوا بعض القبائل، هي كانت بعض اقليه باه نقولوها قد هو كان يقول القبائل الصحراويه كانت تمد البيعه للسلطان تاع المروك وكذا. اسمح لي يا سي محمد، قانونيا لا ليجونس نو توتوريز با باه تدي الارض تاع الناس يبايعوا الملك. صاف با دير باللي يعطيو له رزقهم وولادهم ودنيتهم، نو. لا ليجونس روا انك تبايع كما كانت الجزائر لهنايا كانت اوتونوم، سيتي ان سلطنه اوتونوم، وهذا شيء معروف تاريخيا، وروحوا تقراو الكتب على رواحكم يا المخاربه. لكن كانوا مادين لا ليجونس للباب العالي، لا بورت سوبريم نتاع الترك. مي سافو با دير باللي انها ملك للاتراك. لا ميم شوز بور الصحراء الغربيه. لما ركا هذا الشيء الحسن الثاني والحاج التوامي القلاوي لازم يلعب على الاوتار وكل باه يدي الصحراء، خاطر في راسو ديما توسعي كي هو كي جدودو كل، يعني هذو العلويين ناس توسعيين ويحبوا تغفل البرك طرسك يدي لك شيك، تحب ولا تكره. اذا تفاهموا في الديبار، الناس كل تناضل تكافح، هو راقد في الخط ويتبع ولازم الاستقلال تاع الاخر، وصبانيا لازم تخرج وطاطا طاطا طاطا. اي ان فان كونت لازم يلقى حيله باه يقطع الخيط مع الجزائر. كيف يقطع الخيط؟ 73 ظهرت حركة البوليساريو من جديد، بعد ما كانت جبهة التحرير اللي كان دارها البصيري ربي يرحمه في سنة 70، وكانوا خطفوه الإسبان، ومن ثم زاد بان عليه حتى خبر. 73 ناضت مجموعة اللي بدات يضربوا في البيبان، حتى راحوا لدريس البصري وغيرهم، وكاين الشهادات نتاع دي فيديو، وخطر راني درت لكم من فيديو على واحد القضيه هذه، وين قالوا ماشي هذا الرعيان الحوفات انتوما تحوسوا تخرجوا صبنيا. لما راحوا طلبوا قال يا ودي عاونونا باه تسلحونا باه نخرجوا صبنيا هذه، وهما بانينها على بانينها على الخداع ولاد الكلاب. 73 باه ينفصلوا، خاطر من بعد الجزائر فاجيني لو ماروك. واش يدير الحسن الثاني والحاج التهامي القلاوي؟ كوم سي ان كورومبي من بكري دايرين هكا هذا السلاطين تاع المروك، ويعبدوا البراني ويعبدوا سيادهم. كان جيسكار ديستان على رأس فرنسا، وبما انه المروك إنا يو سون انترديبوندونس، ما عندوش انديبوندونس توتال، عنده شبه استقلال، عنده غير الاستقلال الداخلي فقط. هذا شيء معروف، ويروحوا يشوفوا الشيء اللي ندار في سال سانكلو والشيء اللي ندار في اكس ليبا. ومن الجانب الامريكي بما انها قوه، لازم الحسن الثاني والحاج التهامي القلاوي يرضي أونري كيسينغر كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الخارجية. أونري كيسينغر تعرفوا
الأصول تاعو تعرفوه أنه يهودي كذا ومتمسك يعني بالشيء تاعو، هذا حقه، وباه يدافع على الأقليات اليهودية اللي هو منهم. سي تو طافي نورمال. الحسن الثاني يدير واحد المكيدة، واحد اللعبة 73 بظهير شريف اللي دوك نوريه لكم تشوفوه، ظهير شريف. إذا نقبل أستنى دقيقة قبل ما نفوت لكم الظاهر الشريف. هذا هو الكيوسك اللي كنت نهضر لكم عليه، وين كانوا دايرين طابلة هنا ويسجلوا في المراركة اللي با يروحوا يديروا المسيرة الخايبة نتاعهم، المسيرة الشيطانية. دونك هذا هو اللي كانوا يسميوه الكيوسك، وين كانوا دي زوركاستر هنا كانوا داروا طابلة هنايا ويجيو لمراركة لهنايا يسجلوا دايرين لا مانيفستاسيون، الحراك تاعهم في هذه لا غروند بلاسيت اللي يسميوها لا بلاس كارنو في سيدي بالعباس. دونك هنا كانوا مجمعين ودايرين الحس ودايرين العياط والعلامات العمورة والدنيا وكذا، ودايرين سوق كبير. فوالا دونك راح نمر لكم للظهير الشريف نتاعهم اللي لا شرف له. هاو اون فرونسي، دوك تلقاوه ثاني بالعربية. هاي بورطون ظهير تاع le 173 du 26 محرم كذا 2 مارس 1973 اللي يتكلم باه ينحيو الملكيات لي بروبريتي دي زيموبل اغريكول ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères. نحاو الكثرة للجزائريين. على بالكم العدد شحال؟ المراركة ماذا بكم يعني يكونكم أموا صراحة خطرة واحدة في حياتكم، وقولوا باللي نحيتوا ل 17,000 جزائري الممتلكات تاعهم. 17,000. كاين اللي وحده كيما بو عبد الله ومرباح وكذا، لا فامي قلت انا مرباح وغيرهم اللي عندهم اراضي ما عندي ما نقول لكم. هاو ماضي عليه لو برومي مينيستر في هذاك الوقت احمد عثمان. دوك تشوفوه نفس الشيء بالعربيه. نحاول الاراضي. كاين خطره فوتين فيديو تاع الجيريان اللي نحاولوا الاراضي نتاعو في ذلك الوقت بورطون مو مروكيه. قال لهم معليش انا جزائري، بابا جزائري نحيتوني، مدوها لما يا اخي مروكيه. نو. الحسن التالي واش يدير؟ قلت لكم باه يرشوي Giscard d'Estaing pour lui faire plaisir pour les Français et Henri Kissinger باه اليهود المغاربة. واش دار الحسن التالي؟ نحاها للجزائريين ومدها للمراركة اليهود الموجودين في المروك إلى يومنا هذا. من اللي تنحات بون اللي باع ولا اللي ذاك، لكن تبعوا لا طرس نهار تنحات لما تمدت هذه الاراضي. ما تمدوش مام با المراركه يا الخماج اللي ما تفهموش. يلي على بالي هذه دوك تلحق للمخنز، على بالي باللي لا فيديو هذه راح تصوتي، على بالي بها، على هذيك اللي راني نقول الجزائريين سجلوها وعاودوا نتوم بثوها كي يكونوا 20 و30 فيديو منا ومنا ما منحيو نتاعي جو مونفو. ليسونسيال تبقى ديما ماشيه والمراركه يفهموا الحقيقه المره اللي علاش كانت قضية 75 اللي بومدين خلاها رقدت وجعاته، لكن خلاها رقدت. وانا جلويتير شابو جوري في بلوس. انا كنت نبعثهم لكم عرايا اطول، بالله غير نبعث لكم عرايا والله يسر وين ما تلبسوه، والمراه والله ما تدير كيلوطه، غير نبعثهم لكم عرايا. نحيتوا الاراضي للجزائريين باه يربح بها الاخر، وباه يكسر العلاقه مع الجزائر، ومن ثم بدات المآسات. بومدين ما حبش يدير حتى مشكل في ذلك الوقت، خلاه لعب در ترايك، نحي الاراضي الجزائريين مدها كيما تحب، معليش يجي النهار. ما طولتش وجات حكايه المسيره الخايبه نتاع 75 لما عنت المحكمة الدولية باللي تقرير المصير لوتو ديترميناسيون للشعب الصحراوي لو 16 أكتوبر 1975
الحسن التالي والحاج التهامي القلاوي، خاطر كان خبروا اونري كيسينغر قبل ما يلحق الخبر للمروك، قال له المحكمه راهي حكمت وهاي واش حكمت، منظرك تقدر تقدم. كومونس جا مقدم وبدا في المسيره الخايبه نتاعو 20 يوم وهما مبلوكيين عند الحداده، لانه فرانكو قال له دخل تحط رجلك لداخل، رجليك المسخين، تحط رجليك يا ولد الحاج التهامي القلاوي نقطعهم لك، واياك تنقلوا هو ومختار ولد دادا. قالوا يا ودي احنا الصحراء نقسمناها على 3، البوم الجزائر ماهيش حابه تدي السهمه نتاعها، يلا نديها انا وياك يا خويا وندبر راسي انا مع الجزائر، لكان عنده حرب اني هنا. وكذا ادا مختار ولد داه وراحوا داروا معاهده العار. فرانكو في حقه، فرانكو سي نورمال يقول لك انا خارج واش نربح، دونك لازم نحبسهم وما نمدلهمش وما نفتحش البيبان باه يدخلوا حتى نبيع ونشري كش ما نجيب لبلادي. هذا الشيء في حقه، وانا نقول في حد سي تو طافي نورمال. روحنا امضي على السبته ومليليا، امضي على هذه قال له رجعت لك سيدي افني فيها بركه، السبته ومليليا نساهم ومضي. وزاد مضى المره الثانيه بعد الامضاءات الاولى، زاد سلمها هذاك الوقت، قال له درك الله يسهل عليك بينك وبين صاروه. بدات المسيره للدخول باه تلحق باه يمشيو باه يدخلوا سوا ديزون للصحراء الغربيه، باه داروا السينما وفيلماو فيلم برك، فيلم لي كاميرا والدنيا والحسوسات نتاعهم، ويصوروا في هذوك الكماين الحمر نتاع لي بومبيي والكماين الصفوره والدنيا، وراكبين فيهم هذوك كي تشوفوهم يعني هاو الصور تشوفوا انه ناس الله غالب حفاة عراة، أرواحهم نعطيوكم أراضي في الصحراء الغربية تستغلوها وتقدروا تستقروا وتديروا. نفس الشيء من الجزائر اللي كان خماس يقول لك نروح للصحراء نولي ملاك اكسيتيرا، لأنه طلب من هذاك الوقت وجندوا، لأنه المرار كان كي يقول لك كانوا ملاكين. هاي عندنا 700 يا الكذابين، وين ملاكين هنا في الجزائر؟ كانوا خماسة وكانوا كراية الأغلبية نتاعهم تاع المراركة. فوالا سكيل زيتي سي هم عندنا 700 ألف هم اللي هنا خدامين. ثاني تقول لي عندهم ممتلكات في الجزائر، هم كل نصهم الكبير حراقة ويخدموا في البلاطر ويخدموا كما تقولوا انتم في الزليج وتخدموا ورا. هم هنا عندنا 700 ألف. غدوة ثاني تقولوا ثاني امزع كل 1,400,000 مروكي. انتم خي ديما تزيدوا لي شيفر، وهذه راح نبينها لكم في اول فيلم اللي كان داروا مروكي بايقيسنا احنا زعما في العواطف الجزائريه وتتمسكنوا، يعني مسرحيه وين يقول 40,000 مروكي. هذا كي كونفليتو الماكسيموم، خاطر يفو دوني لو دوبل على واش تنحل للجزائريين، لازم تقولوا انتم لو دوبل. لكن احنا حقائق بوثائق مكتوبة 17,000 جزائري اللي كانوا ملاكين ونحيتوا لهم الأراضي نتاعهم. أما هذا الحفاة العراة هاو لهنا ديجا باينة باه يروحوا سوا ديزون يديروا هذاك الفيلم، ومن بعد مع الحدادة جبدوا ودخل الدليمي بالبطايونات نتاع الجيش وبقاو يقتلوا ويهتكوا في الأعراض. مزية الجزائر بعثت كمين بور سوفي وهذا الشيء معروف ولو يشاهدوا عليه حتى القدماء نتاع الصحراويين. لولا بومدين اللي بعث الكماين وغيرها كانوا مساكن تقضيوا عليهم ضربة واحدة باه تخلفوا تلك الأرض بالمراركة اللي باه يجيوا من المروك ومنهم اللي يجيوا من الجزائر. احنا الجزائريين سهلوا لهم الأمور. لما المروك ديسيدا ودخل بعد ما اتفق مع فرانكو اكسيتيرا لو 5 نوفمبر، من 5 نوفمبر بدات هذاك الوقت تراي ماشي يوم العيد
اللي هو موافق ل 18 ديسمبر. لا، هي الحملة بدات من 5 نوفمبر، ما حبستش حتى من بعد العيد. والمراركا قال هز ووصل للحدود، راح دير المسيرة مع سيدك، راح يعطيكم الأراضي، يلا أنا نوصلك. فوالا سو كي سي باسي. وهزوا الناس اللي كانوا مسجلين في البلديات، وراح نسمعها لكم من بعد. واحدة منكم أخي كانت مذيعة في التلفزيون نتاعكم، دوك تسمعوها من بعد وتسمعوا بعض المراركا، ما كثرش ندير لكم لا بيبليسيتي، تسمعوا مقاطع وشوفوا لك كان لو 18 ديسمبر راح تسمعوها بكلامها وعضلة لسانها واش كانوا يديروا عند البلدية تاع ترقة في تيموشنت. يعني تحركوا بارتو بإعاز باه يديروا لي مانيفستاسيون، وتقول كنا نديروا في لي مانيفستاسيون قدام البلدية وها واش قاعدين نقولوا واش قاعدين، اللي تسجلوا كامل في لي ريجيستر باه يروحوا للصحراء الغربية. بومدين قال لهم رايحين نسهلوا لهم الامور، ما يخسروش من جيبهم، يلا هز حوايجك ركب ودي. وخبروهم الافونس باسكو يقول لك خرجونا بالملابس الداخليه، تكذبوا لانه الصور نتاعكم حتى لحقتوا الحداده والمخيمات وكذا، ولي التران اللي رايحين كنا نعطي لكم بعض الصور لابسين ومدين الفاليزات تاعكم ومدين بس كذاك واش عندكم، ما عندكمش حاجه اخرى. فوالا الحقيقة. وناضوا هذاك الوقت من بعد هذا القضية داروا لي زاسوسياسيون على رسم نتاع الطرد التعسفي، الطرد الإجباري، الطرد، كل واحد كيف يسمي لاسوسياسيون. هما بيديو الدراهم ثم للناس هذو يقولوا لهم دوك نجيبوا لكم، كان حتى اللي قالوا لهم نجيبوا لكم الأموال نتاعكم ونجيبوا لكم تعويضات ونجيبوا لكم الاخر فيكم، اللي ما يديش راح يدي 50,000 درهم. الاخر هذا قاعد اللي ما يدي 50,000 درهم. والناس طمعوا يقولوا لهم جيبوا كذا، اعطيونا المال، يعطيهم المال، يديروا لهم واحد الكارطه فيها تصويره وكاشي تاع ديك لاسوسياسيون تربحوا. كاين حتى اللي اتاكاو البعض من هذه لاسوسياسيون اون جوستيس، خاطر داو لهم دراهم ومع جايز مساكن وشيوخه ما يعرفوش يحسبوا باللي صحيح رايحين يرجعوا لهم. ويقول لك الطرد التعسفي من اللي كانت حتى في الفيلم اللي بعد تشوفوه وين يقول طرد 40,000 مروكي، ولات 40,000 عائلة، ولات 350,000 مروكي. اليوم راهم يقولوا 500,000 كما الضربة تاع العرجة ديرنييرمون. سمعوا واش يقول دياسبورا الصهيوني في كلامه، يقول باللي الطرد هذا التعسفي ايوا كجرو على 65 عائلة. يا سي محمد هذيك هي أرضي، لك كان ضربت عليك النحو يلا هز قشك انا الكيف والزطلة نتاعك وكل راهي تفوت من ثم وتكب في بني والنيف وبني والنيف تسرح. سيدي ريزو يخدموا مع بعضهم اكسيتيرا ويعقبوا لي يا خويا نغلقها الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح. دونك غلقنا، نحينا علينا هذا السوق هذا نتاع العرجة. انتم خي ديما تبكوا وتقونفليو لي شيفر وبكايين تبكيو برك. قلتو يا سيدنا ويا مالكنا والعرجة داوها الجزيرية، علاه ما حركش الصبع ما حركش حاجة. قال لك الدياسبورا قال لك لا هذيك السياسة احنا ماشي دركا احنا نخليهم. واش تخلي ارضي جاي ترنك عليا يلا هز قشك وتربح، يلا تربح وكش ما عندك قوة قدام تفضل. نعرفوكم بالخدايم تاعكم غير بالمكائد والخدع، هاو كيف عشتوا حياتكم كاملة. فو نو فالي با انسو، ماكمش رجال عمركم ولا كان فيكم مروكي يقابل ويقابل في الوجه ويقول انا راجل. انتم خي تضربوا غير في الظهر، معروفين وتاريخيا يعني تاريخيا معروفين على هذا الاساس. اذا هذه هي حكاية الطرد اللي يقول لك الطرد التعسفي. احنا كي جروا كما يقولوا هما على 17,000 ملاك، يعني عندهم ملكيات، ومنذ عشرات السنين إذا نقول أكثر من قرن اللي ملكوا، اللي البطش تاع فرنسا هربهم، باعوا أمورهم، هربوا بالشي اللي عندهم وراحوا واستوطنوا تما وشراو وزادوا داروا التجارة نتاعهم يكسبوا. المروكي قاعد يتفرج
كانوا الملاك جزائريين والمراركة يخدموا عند الجزائريين. دونك هاي الضربة اللي دارها الحسن التالي بالخدع والمكر تاعو والمكايد نتاعو، يقول لك ايوا احنا سيدنا، ايوا احنا هادي وبومدين جر. لا بومدين كيما جرش عليهم في نفس الدقيقة في نفس السنة راكم تشعلوا. كون انا اليوم نهزهم مكل، يلا ديكاج فولكم. تقول لي ملاك شوف تزيد تدي الكف، تقول لي ملاك راحت الارض تاعك اي السقله. نهار لحقت بين وزير الخارجيه الجزائري وبوتفليقه هذاك بنهيمه نتاعهم والله ما على باليش، وتلاقاو وجاو يتكلموا في الطابله ومازال منهم الاحياء. حطوا فوق الطابله قال يلا لقاو المراركه واش يسالوا ما تفوتش 100 مليون دولار. لقاو الجزائريين في ذلك الوقت اكثر من 2 ملاير دولار الاراضي اللي تنحت منهم. المروك ضرب لنا ثم ودار كعالته بالرجليه والهربه تسلك. ما زادوش جبدوا على هذا الملف المخنز الى يومنا هذا، باسكو على بالهم باللي اذا فتنا للطابله لازم تولي تسلكني، لازم تولي انت تخلصني، انت تعطيني اموال كثيره. والقضايا دركا ما زالت في المحاكم الدوليه نتاع بو عبد الله وغيرهم اللي راهم شاكين المحاكم الدوليه، ربي يفك صراحهم ان شاء الله. هذا هو المروك انتم كيف تخدموا، وما تبركاوش من الخدايم الشيطانيه نتاعكم حتى للممات. هذه الحقيقه اذا حابين تفهموها، ما يكذب عليكم حتى واحد. مايش الجزائر مهبوله هكذا بين عاشتين الضحى وقال لك على الصحراء الغربيه وعلى جال الصحراء الغربيه ايوا طرد بومدين. نو القضيه موراها قبلها بعامين 2 من قبل كيف جروه الوثائق. هاي قدامكم، انا نعتولي وثيقه واحده برك نقول لكم شابو. هاي الوثائق قدامكم تتفرجوا فيها، هاني حطيتها لكم من لهنايا. لكن عادوا هذو مش وثائق تاعكم مانيش عارف انا. روحوا حوسوا وحدكم في الامور تاعكم وجبدوا كيما جبدت انا الظاهر هذا، انتم جبدوها عندكم وقراوها وقولوا تيا علاه جروا الجزائريين وقعدوا الناس يريكلاميو على التعويضات ما رجعوا لهمش فلس واحد. دوروا ما كانش. ان شاء الله ربي يشيطوا في هذيك النار. شوف يدير يحطوا في الشوايه هذاك الحسن التالي والحاج التوامي القلاوي يشوي ويدور. لكن حابين تشاركوا معاه اشهدوا معاه باه تروحوا معاه في نفس الطريق. الله لا تربحكم قد ما مشى الذيب بالحفا. نمر لنقطة أخرى ما ننسى هذه النقطة ثاني نتاع الخيم هذو. راكم تشوفوا كيف رافدين حوايجهم. قال لك بعتوهم بلا الآخر عامل كيران عاود تران كذا، وكنت نوري لكم فيهم لابسين لابا قال لك خرجون بالملابس الداخلية. ثم ثانيا هذا الخيم هذه 45,000 واحد باش ما نقولش عائلة. منين تحطوهم انتو؟ عبالك شي 45,000 عائلة والله؟ عبالك راك تعمر بها سطاد تاع ويمبلي وما يخلصش. شوفوا ها بعض الخيم يقول لك جروا على 45,000 مرة، 40,000 من بعد ولات 45,000 من بعد ولات 45,000 عائلة من بعد ولات 350 مواطن مروكي. واش بالكذا كذب؟ ها وهذو قعدوا 3 سنين و4 سنين مرميين كيما هكذا. الطمع نتاعهم وين اداهم؟ الشاه فيكم تستاهلوا اكثر من هذا الشيء. الطمع اروحوا نعطيكم الاراضي ونعاود الدولة تعاونكم المروكية باش تستثمروا في الصحراء الغربية. هام لي كونسيكونس والشاه فيكم وذوك اللي تشكيو تستاهلوا اكثر من هذا الشيء هذا. الله لا تربحكم. نمروا لهذيك الصحفية نتاعكم واش تقول، بيسكو قال لك زعكوهم في يوم عيد يوم 18 ديسمبر راح تسمعوها. لا انا سمحوا لي قبل ما نمر لهذيك الاخر راح نقول لكم لا هذو كي يجتمعوا في بروكسل ويريكلاميو لا موروكانتي دو سهرا ومن هي داو 350,000 المروك كامل. حنايا الجزائر بعثت 350,000 مروكي. شوف اكبر كذبه اللي عرفها التاريخ. ودوك تشوفوا من بعد نعتلكم باللي ما كانش من هذو كلها كذب. سي بور ريكلامي يبكيو للناس يشكيو يظلوا يبهدلوا في رواحهم خماج الطماعين هذو. Nous sommes réunis ce soir autour d'une thématique,
une thématique qui a touché près de 350 000 personnes en décembre 1975. C'est en effet à partir du 18 décembre 1975, 75 pour nos amis français qui se trouvent ici, que l'Algérie entame une opération d'expulsion massive de Marocains établis en Algérie depuis des décennies. L'opération est une riposte politique à la monarchie marocaine qui a mobilisé, tiens donc, 350 000 Marocains déferlant de toutes les régions du Maroc vers le sud marocain pour revendiquer la marocanité du Sahara. Les Marocains et les Marocaines sont renvoyés manu militari, laissant derrière eux une partie de leur famille, leurs biens mobiliers, biens financiers et autres. Et aujourd'hui encore, des familles sont séparées, d'autres ne peuvent aller se recueillir sur les tombes de leurs proches. Et à partir de, je crois que le mois d'octobre, c'est le premier discours de Sa Majesté Feu Mohamed Hassan II qui a parlé de la marche verte, que les Marocains vont organiser une marche verte pour le Sahara. Et ça a commencé pour la mairie, les gens, ils commençaient à inscrire les Marocains d'Algérie. Et c'était facile pour eux parce qu'il y avait pas mal de Marocains qui portaient le nom Saint-Pi. Je pense qu'il y a quelques-uns qui savent ça, le nom. Saint-Pi, ça veut dire son nom perdu. Et moi, je gardais toujours, c'était Blouchi, il y avait mes racines en Algérie, comme j'ai dit. Voilà, le mois d'octobre, ils commencent à inscrire les Marocains, mais à partir du mois de novembre, et le 6 novembre, il y avait une grève. Il y a des magasins, il y a même au niveau de la mairie, il y avait tout le monde commençait à craindre que ça va mal. Après le 6 novembre, les Marocains de l'Algérie, surtout là, moi je parlais de mon patelin, qu'il va se passer quelque chose de mal pour les Marocains. Et là, il y avait ma mère et il y avait quelques Marocains ils sont partis devant la mairie, ils portaient des drapeaux marocains et commençaient à chanter et à dire le rythme, l'hymne national marocain. Ils commençaient à dire 1, 2, 3, vive le roi. Et vraiment, c'est quelque chose d'émouvant parce que des Marocains qui partent à la mairie et des Marocains qui partent vers le sud, vers le Sahara pour libérer notre Sahara. Et c'était un événement très très dur. Il y avait même des gens qui commençaient à menacer les Marocains. Et à partir du 6 novembre jusqu'à le 25 décembre, ça bougeait trop au Maroc, en Algérie. Et ça commençait à partir du 18 décembre. Il faisait très très froid. Et il y avait même pour les gens qui avaient l'Aïd el-Kibir, vous connaissez que c'est une fête comme ça. Et les gens, ils ont laissé leurs moutons, et des familles, laissé leurs enfants et les chasser du bain mort, même du mosquée, d'école. Partout là, il y a des Marocains. Allez, c'est le commissariat, c'est la police qui emmène tout le monde. Et moi, par hasard, comme je disais, c'était le 25 décembre. J'étais un jeudi 25 décembre. Je faisais faire 4 heures là, j'étais à l'école. Et c'était Noël, tu vois. On attendait à 4 heures, il y a les au chocolat bien chaud, il faisait froid, et il y avait des gâteaux. Et la cloche commence à sonner, on attend. Et il y a mon père qui est venu, me dit, Kaïma, tu dois sortir de l'école, on va partir en Algérie, on va partir en Maroc. Ça y est, ta mère, elle commence à ramasser. Il a eu... جاتها ورقة الاستدعاء يعني et là oui ça y est, elle doit ramasser ce qu'elle peut ramasser, on va partir. On n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ma grand-mère parce qu'elle habitait à 17 km, mes oncles et toute la famille. Et là, vers 18h, on est parti à Timoshent. Et je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé à Timoshent. On nous a mis une centaine des Marocains on est de Terga et on est... إذن وشهد شاهد من أهلها، أي تقول باللي كانت من عيشنا في النوال، سيتي ال 25 ديسمبر موش في العيد. داكور 25 ديسمبر كانت لالا تستنى في النوال في ليكول بيعطيهم لو لي او شوكولا ويعطيهم هذيك يسموها المدرسة الجزائرية في ذلك الوقت. سي فري كومبروني لو بتي ديجني à l'école.
كنا ناكلوا في لا كونتين دو ليكول اكسيتيرا شوز كو فو نافي با او ماروك. وتقولوا بلي يافي اون كراف جينيرال، وتروحوا عند البلديه ورافدين الاعلامات وتعيطوا والدنيا وكذا ويسجلوا فيكم في البلديه. انت راكي تقولي فيها هاي مروكيه نتاعكم هي اللي تقول في هذا الشيء. وكانت في ليكول تقرا، جا باباها عيط لها من ليكول قال لها يلا روحوا نوجدوا رواحنا باه نروحوا للمروك باه نلموا حوايجنا. مو كيتلم في حوايجها اللي يقول لك خرجوهم بالملابس الداخليه ونحاو الاولاد لباباهم باسكو مروكي وهم جزائري عطاوهم للجزائريه، واذا عاد العكس جزائري ينحيو الاولاد للمراه ويمدوهم لباباها. صار كل سي دو مونسونج، سي دو سينما. تعرفوا تبكيو المراركه حياتكم كامله وانتم تبكيو. سي با لابين نطول باسكو شهادات كيما هادو يزلقوا وحدهم. اما الشيء الثاني نتاع منا وبداو يخرجوا بالناس وفي من جهه تقول داو الناس الوهر من بعد نو بور نو سي تيموشنت. انت من تارقه يديوك التيموشنت لا يديوك الوهر. يعني الكلام اللي قالوا لها قوليه. والناس في العيد 18 ديسمبر وكانوا يافي لافيت تاع العيد وكذا، الشيء اللي قالوا لك بصح ما حكمتش. عييتي كاش ما تلقايكش كذبه، فاتت الكذبه نتاعك. جماعه الخير، دركا جو كرواك جو في باسي لواحد شاهد من الشهود الجزائريين اللي خيروه المراركه، راح نشوفوا هذا العبد شكون هو وشكون هو بطبيعه الحال. هاو الشاهد اللي يشهد الكلب بن كلب اللي نعلبو زريعة الكلاب. هذا جزائري، دوك تسمعوه مليح ونقولوا شكون هو. اسمها يعني عمتي الزكراويه، كنا نسميها خالتي الزكراويه. والله خلت العيد معلق. العيد خلوهم بالقوه، خلوهم بالقوه ويرمي في الشاحنه. طيب هذا الرجل يقول لك انا ما نعرفش المغرب يا جماعه. لا ابوك انت اصلا مغربي يا ودي. انا مولود هنا في مباديس، مولود في تموشنت، مولود في سيدي بالعباس، مولود في تلمسان. انا هنا في هذه الزراعه وهذه التربه انا نشأت بها، اختلط روحي ودمي بها. كيف تطردونني؟ العقليه المعفنه، العقليه الراي الواحد، لا حقوق انسان، لا مراعاه لتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانا اذكر في ذلك الوقت فقط يعني كتدليل على ان الراي الحمد لله معركه الوعي في تصاعد، في ارتقاء. انا متصور الان الشعوب لن تقبل هذا لا في الجزائر ولا في المغرب. وشهاده لله بالرغم من أنه ذلك الوقت كان حسن الثاني يعني وردة فعله مع الجزائريين، من أصول جزائرية، المغاربة من أصول ما كانت بهذا الشكل. يعني عقلية الثوريين الثورجيين اللي دمروا الجزائر كانت يعني أنت مواطن لا بين عشية وضحاها يخرج باللباس الذي كان عليه حافي وترميه وراء الحدود هناك، ما أمر بها لا الله ولا الرسول ولا القرآن ولا الديمقراطية ولا حقوق الإنسان. قال لك سيدي شاهد من أهلها. معليش جزائري، هذا هو اللي كان يهدر السي محمد. هذا يقولوا له عبد الله أنس، واللي يقولوا له بونوة بوجمعة من مدينة بن باديس، وكان يقرأ معنا في بالعباس. هذا هو عبد الله أنس اللي راكم تهضروا عليه سوا ديزو جابوا النيف على هاد المراركة وصلى الله عليه وسلم وكذا. هذا من القتالين اللي جهاديست. هذا عبد الله قلت انا بوجمعة بونوة من مدينة بن باديس اللي توجد امي شما بين تلمسان وبالعباس، كانت تابعة بالعباس. هاول لهنا مع نسيبو عبد الله عزام، ثاني قائد في القاعدة وراه متصور معاه. هذا مد بنته لهذا بوجمعة بونوة اللي بارلاسويت سماه عبد الله أنس. هذا عبد الله عزام. إذا تهضروا على هذو وانا يقدروا يهضروا حتى العام الجاي. الخبثاء الخماج هذا لا يتي expulsé de France ومن بعد ريكوبيري بار لا ماي 6 نتاع الانجليز، ولا اليوم راه عايش في انجلترا. حتى من بعد ما جاء من افغانستان وكمل مع الجماعات. الناس تقدر تروح تشوف واحد الريبورتاج داروا محمد سيفاوي، رايحين تلقاوه
راح تلقاوه كيفاه مع هذا الخبثاء. فوالا سكي هذا بوجمعة بونوة، هذا اللي يعرف عمته الزكراوية ومن بعد ولات خالته الزكراوية ورفدوا له الحدود، وكاين اللي خلاو العيد معلق ان شاء الله ربي يتعلق من رقبتك يا خبيث. ها هو الشهادة نتاع المراركة كي جاو زعما يشاهدوا في هذه القضية باللي الجزائر ظلمتهم، وقال لك لا، الحسن الثاني ما ظلمش الجزائريين، الحسن الثاني ما دارش نفس الاخر. رجع عامين قبل يا طحان بن طحان اللي حاطروك تكتب لنا في كتاب وفي جبال افغانستان وما نعرف واش والدنيا، رجع عامين قبل. دوكا راح نسمع لك شهادة نتاع واحد في 73 كيف انا حولهم الاراضي. المراركة هزوهم كانوا كراية، كانوا كذا، جاو خماسة، خلاو العيد معلق. الله يعلقك من رقبتك ان شاء الله يا خبيث يا طحان بن طحان. انتم اللي هرتوا الجزائر، وانتم اللي هرتوا المواطنين الجزائريين والشعب الجزائري. انتم يا خبثاء يا خماج يا رخاص. تجيب لي انا تشهد لي بإرهابي معروف دوليا، تجي تشهدوا لي على خالته الزكراوية. نعلبوا الراسة نتاعكم ونعلبوا الراسة نتاعو، هو تاني انتت وهو الاول. فوالا هاو بان نعطيكم الشهادة على هذا الشاهد نتاعكم. في نفس الوقت تطالب الجزائر بدفع تعويضات للجزائريين الذين طردوا من المغرب وصدرت عقاراتهم وأراضيهم الزراعية بموجب الظهير الملكي الصادر في 2 آذار سنة 1973، وتم نقل ملكيتها إلى الحكومة المغربية. في إطار هذا الصراع ما بين النظامين هناك تصعيد من الطرفين، وهذا التصعيد بطبيعة الحال يؤدي إلى أعمال مؤسفة اللي من يؤدي ثمنها هم الشعوب. هناك ضحايا مغاربة كانوا في الجزائر لهم حقوق وطردوا، وهناك ضحايا جزائريين كانوا في المغرب وأيضا هم مسوا بطريقة من الطرق. هكذا سلب منهم المغرب أراضيهم الفلاحية الممتدة على مساحة 12 هكتارا من أجود الأراضي الكائنة في عمالة وجدة شرق المملكة. هي قصة عائلة جزائرية أمام الظهير الملكي الصادر في سنة 1973 أراضيها قبل أن يغادر أفرادها المغرب مرغمين نحو الجزائر وفرنسا. وبعد 41 سنة على ذلك لا زالت عائلة جعون القاطنة في مدينة تلمسان مصرة على استعادة حقها الضائع الذي أممته السلطات المغربية دون تعويضات تذكر، رغم المراسلات التي يوصي الحقوقيون في الجزائر بعدم إحالتها على العدالة بعدما أصدر القضاء المغربي أحكاما ضد الجزائريين الذين حاولوا استعادة أملاكهم عن طريق العدالة. الجزائريين صدروا لهم الأراضي نتاعهم، ولحد الآن ما كانت حتى إجابة عليهم، رغم الشكاوي اللي قدمناها لوزارة الخارجية المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري. هي مراسلة درنا كتبناها للمدير إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائط. هي المراسلة ها هي. السيد مدير المحافظة يقول لها أنهي إلى علمكم أن الملك الموضوع له الرسم العقاري رقم 7617 الكائن بإقليم وجدة جماعة سيدي يحيى، البالغ مساحته الإجمالية 12 هكتار و29 آر، الذي كان يملكه السيد جعونة محمد بن عمر الجزائري، قد تم استرجاعه من طرف الدولة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور في الموضوع. وهذا الاسترجاع نشر بالجريدة الرسمية يوم فاتح غشت 1973. ورغم تدخل عدة أطراف على خط التسوية، فإن السلطات المغربية لا زالت تعتمد في ردودها على الظهير الملكي الصادر في مارس 1973 الذي بررت به تأميم أملاك الجزائريين دون تعويضات تذكر. هذه جماعة الخير بان نفتح قوس بركة على مركز
العقيد لطفي من الجهة نتاعنا اللي هنا في الجزائر. ساعة وحدين نضحك على هذه. احنا منا دايرين العقيد لطفي اللي كان مات ربي يرحمه يستشهد بعد البيعة نتاع المراركة في جبل بشار، وعندهم هما من هي عندهم مركز الحدود جوج بغال كما يقولوا هما. هو نورمال اصل الكلمة سي جورج بارال، يعني بالفرنسي كي يهضر يقول جورج باغال. قعدت من جورج باغال عند المراكة ولات جوج بغال، قعدت عندهم لليوم جوج بغال. الله لا تربحكم. اذا نرجع للقضية انه الجزائري هذا راكم سمعتوه كيف يحكي تاع عائلة عجونة اللي نحاولهم 12 نقطار ومدوها للغير بورتون مروكية كما راه يقول، وما حبوش يرجعوا لها الارض لها هي لانه الزوج جزائري. دونك كيف ما تكونش ردة فعل بير على اللي داروها المراكة. 17,000 جزائري اللي سلبت منهم أراضيهم وممتلكاتهم الفلاحية كامل، اللي عنده فيرما كبيرة اللي عنده كذا كل داولهم الممتلكات نتاعهم كامل. هذاك الوقت الحسن التالي ولد الحاج التهامي القلاوي يا اخي البرلمان كان مازال ما عندوش، ولا كيما جا يهضروا على الحدود قال لك في هذاك الوقت هو المروك ما عندوش البرلمان في 72. هي في 73 كان عنده برلمان، فوتها قدام البرلمان. علاش قلنا يحكم ويسود؟ هادو جوج بغال. علاش نشوف هذه باسكو الحسن التالي ولد الحاج التهامي بغل، وزاد جاب بغل وزايد بغل 106. غير جاب بغل معليش يسوق بغل 106 يطابس ويركع وكم على بالكم واش كاين. الله غالب رانا في عهد القريصات. دونك هذا قريصة من القريصات. جماعة الخير شكراني طولت. نتمنى انه ان شاء الله الفيديو هذه تفيدكم على القضية في حد ذاتها، باسكو كثير من الجزائريين موش فاهمينها والمراركة اكثر موش فاهمينها اكثر. اذا تمعنوا معها مليح وقولوا لي اذا ما تكونش ردة الفعل اكثر من الشيء اللي ندار. انت جايين هذا الشيء اللي درتوه مزلتوا لهنا تتقعروا علينا. وينكم سمعتوا هذيك كي جورناليست هذيك عندهم اللي تتكلم وتقول باللي كنا دايرين لا غريف اكسيتيرا. الشيء اللي كان صرا في بالعباس وعشناه احنا بعد. انا شخصيا شفتوا المحلات نتاع المراركة غلقوا، مقرفين على الخدمة، دايرين هذوك الاخر يعني باعاز من المروك. دونك قال تربح الاخر ما حكموا لا من ضيعوا امورهم هنا في الجزائر، ضيعوا خدمتهم، ضيعوا تاويلهم وقداهم تحت القيطون مرميين على بالهم باللي هنا ما يقدروش يرجعوا اكسيتيرا اكسيتيرا. جماعة الخير كنت راح نحبس لا فيديو دونك راهي ب 52 مينوت. مي معليش نزيد لكم الشريط اللي قلت لكم عليه كيف يكذبوا به، وين تلقاو العنوان نتاعو برك 40,000 مروكي. 40,000 مروكي ولات 40,000 عائلة ولات 350,000. اليوم راهم يقولوا 500,000. يعني باش تشوفوا المراركة بالأكاذيب نتاعهم. وين عاد لك بومدين زعما جايب البرنوس وواحد يجري قدامه هكذا يدحدح وحده، والناس زعما كيف قسموهم والأكاذيب والدنيا غير حدث ولا حرج. يعني كي حبوا يديروا لي سيناريو وكل بيهم ما بيهم حتى حاجة، بيهم الطمع كاش ما يعوضوا. تعوضوا راكم على بالكم، تعوضوا الشطرب هذاك هو اللي تشدوا فيه ان شاء الله، واستناو ان يطلع نهاركم. السلام عليكم جماعة الخير. نخليكم في الشريط وشيا اجمعني على بالي باللي لا فيديو هذه راح تطير لانها ما تخدمش المخنز وما تخدمش المروك. دونك اسيي دو لا تيليشارجي فيت في يرحم باباكم، وعاودوا لونسيوها فوتر نيفو، تبدلوا لها عنوان، ما ديروا لهاش عنوان ليسونسيال المرار كيشوفوها. اكتب اكسبيلسيون دي ماروكان، اكتب لي ماروكان كذا، اكتب ماروك 1975، اكتب ماروك الجيري 60، اكتب واش تحب وفوتوها حتى تتقطع عندي
هنايا يا با دو بروبليم. يفوتوا يشوفوها ولو من عندكم انتم وعموها قد ما تقدروا. بارك الله فيكم. السلام عليكم الجماعه. اي اون بروشين فيديو ان شاء الله. هذه المرة ما جيناش باش نجلسوا بزاف، بل جينا باش نختصروا. كلشي جاهز؟ نعم. هذا موجز القرار. إن الجزائر لابد أن تكون زعيمة الدول الإفريقية وأن تبقى لها هذه الزعامة. بدا في الأفق من ينافسها، فوجب عليها اتخاذ كل التدابير لإضعاف هذا المنافس القوي. يجب إضعافه سياسيا واقتصاديا وعسكريا أخيرا. هذا المنافس هو المغرب طبعا. الضربة الأولى ستحط من معنويات هذا الخصم القوي وسترهقه اقتصاديا وتهزمه سياسيا. يوجد في الجزائر حوالي 40,000 مغربي يعملون في شتى الميادين، منهم معلم الكتاتيب القرآنية وعمال فلاحون وبناؤون، ومنهم جماعة كبيرة تعمل في التجارة وتملك عقارات ضخمة من فيلات إلى عمارات إلى مزارع. ريثما ندبر الأمر فيما يتعلق بالجانب العسكري. سنجمع المغاربة العاملين والقاطنين في الجزائر وسندفع بهم إلى ما وراء الحدود مجردين حوفات عراة. وبانضمام الصحراء المغرب يعاني من دهورة الاقتصاد، وبوضع 40,000 من المغاربة خارج الحدود حوفات عراة سنبدل استقراره فوضى ولا استقرار. ثم ستبقى ثروات وممتلكات أولئك الحفاة العراة ربحا لنا.
هيا كلم لي الانسبكتور. عرفتم، هذه أوامر القيادة ولازم تتنفذ باحترام. غادي تبداو العمل ديالكم اليوم. هيا سيروا وجيبوا لي النتائج. سمعوا، إياكم تحكموا الضمير، فهمتم؟ سيروا. تمر الأيام وتتعاقب الأعوام ويمضي الزمن، حيث عاش الناس في هذه المدينة كما هو الشأن في عدة مدن من هذا القطر الشقيق. عاشوا سعداء مطمئنين آمنين مع أبناء شعب كان لهم الصدى الحسن مع إخوانهم أبناء الشعب الجزائري الشقيق المناضل. ويتعلق الأمر بالرعايا المغاربة المقيمين في الجزائر. نعم، عاش الشعب الجزائري مع أخيه المغربي في سلام وأمان، تجمعهما وشائج القربة والأخوة في الله والعقيدة، يتبادلان المنافع ويتعاقدان في لوازم الحياة من تجارة وتناسب، لتزداد عروة التآخي والجورة تماسكا ومتانة. يمضي الزمن على هذه الحال، وتصبح الأسرة في البيت تجمع بين الشعبين. نعم، يمضي الزمن وتمضي الأيام والليالي لتشرق شمس يوم تاتي بجديد لم يكن في الحسبان. وكانت الصاعقة قد في أرض المليون شهيد من أجل تحرير الإنسان انطلقت حملة مروعة مرعبة ضد الإنسان وحريته ووجوده وكرامته وإنسانيته. إن أحدا في أرض الجزائر لم يكن يتصور يوما أن حكاما ياتون بعد معركة تحرير أسطورية قامت على أنبل المبادئ والقيم ليضربوا بقسوة منقطعة النظير هذا التمازج العضوي بين الشعبين المغربي والجزائري، ويعملون كالسرطان في تفكيك جسم أمة وحدها المصير والعقيدة والبيئة ومحن الاستعمار. ابراهيم جاي لكن ما راهش مليح. هيا الخوت، كل شيء بخير. مالك ابراهيم؟ شوفك اليوم ما راكش مليح. راني هربت للبوليس وراهم يشدوا في المغاربه وخاصه الشباب. تعرف لاش هاد الحمله؟ هم بروحهم ما عارفين والو. عنده الحق صلاح، هم بروحهم ما عارفين والو، ولكن القضيه عندها علاقه بالصحراء المغربيه، واحنا واش تدرنا؟ ما نتحملوش هذا الظلم. لازم نبحثوا في الاخبار حتى نعرفوا واش تراهم يحبوا يعملوا بينا. هي تروحوا بخير. سلامة ابراهيم، سلامة. ابراهيم زيد يا ولدي. الشرطة كتحبس فينا وكتزج بالشباب المغاربة في المعتقلات بلا سباب ولا ذنب ارتكبناه. لازم نشوفوا حل ولازم نختاروا طريق.
قرروا ينتقموا منا ولا شك بلا ذنب ارتكبناه. الله يحفظك ولدي، الله يسترك، الله يحيد عليك المصايب، العين ما تشوف الخير تعمى. إنه سميع مجيب، ولكن اش درنا؟ اش عملنا؟ غادي يعذبوا فينا ويشوهوا بنا، كيدخلوا القهاوي ويدخلوا السينمات ويطلبوا النكاوي، اللي هو جزائري كيطلقوه واللي هو مغربي الاصل كيقبضوه. حتى الجزائريين بنفسهم كيستنكروا هذا المنطق الغريب، هذه الحماقه. ما كيقبلوش مناقشه وكيرفضوا الجواب. لقيت منيتي وحبابي والقران نيا شاوعنا في صديق مسبوط مقول حاجب الدورات خدك شمعة يقدي. وبديهي كانت الحملة غير منتظرة، سواء لدى الرعايا المغاربة في القطر الجزائري أو لدى المواطنين الجزائريين أنفسهم، وكانت لهولها على قلوبهم كالصاعقة. جيتا هيا زيدوا دمي، هيا زيدوا الكل، يلا النكوة نتاعك، هيا هرمت النكوة نتاعك، سير انت النكوة نتاعك، انت مروكي وقف هنايا، سير انت بحالك، سير انت وقفت هنا، اجي انت اجي كمال واحنا مروكي هارب، شدها كمال شد. شوف انت وين راك رايح؟ وين راك هذا؟ ادخل هيا زيد ادخل، هيا ادخل كيف اعمل لك ديك. انت سير. احنا مالنا؟ واش تدرنا؟ احنا هنا كنعلمكم ولادكم القرآن الكريم. زيد عند خوتك. عرفت هذا؟ واه صار القرآن. هيا انت اجي معايا، واحد المروكي راه كاير فيزي يجي معنا. خلوني سيروا بحالكم، اتركوني، خلوني سيروني، سيروا بحالكم، ادخل، اتركوا مني، اتركوني، خلوني. هيا انت، اروح، ارنك وتعك، هذا مروكي خذوه. هيا انت اطلع هيا بسرعة. انتوا مراركة؟ واه حنايا مراركة، وانت يا كلكم مراركة؟ واه وانت يا حتى انا مروكي، ولكن هيك لا بأس. علاش شدوكم؟ واش درتو؟ حتى انت ما عرفتش علاش شدوك بحال صاحبك هذاك.
يلا زيدوا زيدوا مالكم، يلا تقدموا، يلا 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 زيدوا. زيدوا. هيا ادخلوا بسرعة وردوا بالكم. انت عمر شهيد تنسمني؟ نعم انا عمر. هيا وليا. أنا بمنطقش أمرهم بهذه السهولة حتى ياخذوني أسير. أنا نروح لبلادي فرحان لكن مش أسير. لا 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 أسر ولا اعتقال. لا اش درنا؟ احنا أبرياء. اش درنا؟ ما درنا والو. علاش؟ لأن المغرب استرجع جزء من بلاده. أنا جاي. استنى واحد دقيقة. ولدي يلا مع باباك، يلا مع خوتك، يلا امشي مع والدك هيكون خيرك. ما تصنعش صداع مع هاد الناس، راهم يتبعوك ويضايقوك وراهم ما يحشموش. يلا ولدي مع والدك. تروح بخير يا ابويا. اي يا ولدي، وين هادي تروح ولدي؟ تروح بخير. وين هادي؟ نلحق بكم في المبروك.
روح بخير يا اختي، روح بخير يا اختي، روح بخير. سلامة يا بوي، سلامة، سلامة يا بوي، روح بخير. الوداع 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 يا بيت. ما كناش شي نظن نفسنا اننا ضيوف بعد 30 سنة من الاستقرار. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هيا يا بنت والله. الوداع 30 عام. هيا حوانة المراركة قاعد تخربوا والناس تتنهب في الخيرات. والبوليس وش راهم يعملوا؟ حتى البوليس ياخذ نصيبه. الوقت مش مناسب حتى الليل وحنا اللي غادي نكونوا حاصلين. فهمت؟ الله يقول بصح. قد يزوز خطورة. ياك لاباس اش سمعت؟ أعداء الله وأعداء الإنسانية صبحوا اليوم يفرقوا ما بين الرضيع والبزولة اللي راه يرضع منها. ما قد في قلوبهم رحمات. لا شيء يا بنتي، لا شيء. تعالي تعالي. لا شيء.
نعم. وصلوا الباطمة بتاعنا. حان الوقت. حان الوقت يا سعدي. حان وقت الفراق يا أولادي. ليش كتبكي؟ ليش بابا؟ ليش كتبكي؟ وليش؟ ليش ماما؟ ليش كتبكي؟ قولوا لي علاش، قولوا لي علاش يا ماما، قولي علاش كتبكي يا بابا، قولي علاش كتبكي وعلاش؟ لا يفكر عني، لا يفكر عني. هارفي هارفي هيا يا سيدي. هارفي نعم. مرحبا بكم. ايش الامر؟ أخي العربي، أنا أوامر باش ناخذ السيدة، وإحنا متأسفين لأن هذا خارج عن الإرادة تاعنا. لا ولادي، ولادي حرام، ولادي، ولادي حرام، ولادي، ولادي، ولادي. يا صاحبتي لا تحزني، إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا. ولادي، ولادي، لا، ولادي، حرام، ولادي، 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 حرام، ولادي، الله يجازيك يا صانع العار. الله يجازيك يا صانع العار. الله يجازيك يا صانع العار. نصيبك مهما تخساك، نصيبك نصيبك وين ما تخباك، نجيبك نجيبك مهما تخساك، نصيبك نصيبك وين ما تخباك، نبغيك ليا قريبة عرفتك صعيبة، نبغيك ليا قريبة عرفتك صعيبة، قاسح قليبك نجيبك نجيبك، قاسح قليبك نجيبك نجيبك.
أية قسوة في القلوب هذه، وأي جفاف في العواطف هذا الذي ينفذ ببرودة مثلجة عملية تفكيك الأسر وتشريدها بهذه البشاعة وهذه الفظاعة. تطرد المرأة الأم من بيتها، وطفلها في المدرسة، وزوجها في الحقل أو في المتجر أو في حالة سفر. لا يسمح لها حتى بلحظة وداع لأعز ما تملك في الحياة. لا يسمح لها حتى أن تلبس لباسها الخاص إذا فاجأتها الشرطة في حالة النوم. ماما 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 بنتي ماما ماما بنتي ماما 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 دي ماما 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 عبد الجليل اجاوب. مشيت ماما فين مشيت ماما؟ اجي عند عمك حمو يوصلك عند امك. حم والدك حمو خذن عند امه شاتونا. خذ هالكاس نتاعتي هيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلزم كي توجدي لي شي حاجة نتاع الماكلة، لأنهم يخليهم 3 أيام 4 أيام في الشاطونة بلا ماكلة بلا حتى شي. يا الله يخليك. هيا انت هود. تتسمى عبد الله بن علي؟ قبضوا عليه. وبدأ جمع المعتقلين في زنزانات مراكز الأحياء والمقاطعات، حتى إذا اكتظت هذه بأمواج الأبرياء جرى نقلهم إلى الزنزانة الرهيبة الكبرى بشاطوناف. ولادي كيف انتم ولادي؟ كيف انتم ولادي؟ كيف انتم ولادي؟ ولادي الحبايب ولادي الحبايب ولادي الحبايب ولادي الحبايب ولادي الحبايب الظاهر المؤكد تسافري انتي وتتصلي بالبروفيسور وتحدي مع المعيد
ونلحق عليك أنا وسعيد. راك تظن مسائل كلش تم بالخف؟ طبعا لا. ولكن نتوكلوا على الله، نحاولوا، حتى حاجة ما سهلة. وانت فوق توصلي لباري تخبريني بالتليفون. نتمنى كل شيء يتم بالخير. تظن انه كاين امل؟ شتك مدس عليا شي حاجه؟ الامر بيد الله. اذا كانت العمليه مشكوك فيها ارجوك ما تكونيش متشائمه، كوني قويه. كيف تطلب مني نكون قويه وولدي الوحيد محكوم عليه بالموت؟ يا مينا، الدكتور لو ما كانش عارف ان العمليه بسيطه ما كانش يطلب منا ندوه لباري. هيا روحي شوفي الولد. انت وانت كذلك وانت هيا جمع حوايجكم في ساعة. البوليس يدخل للمستشفى ويخرج المرضى. هيا خرجوا. شوي شوي. عفريت تكون ود مزيان هيك. هيا شرب تاعك.
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وأن مهمة الإنسان الحق أن يشيد صروح الحرية في الأرض حتى يتمكن من أداء رسالته في الحياة. دكتور، أنا ممرضة وحبيت نساعد عندنا بزاف نتاع المرضى خرجوهم من المستشفيات. احنا محتاجين لك يا بنتي. مرحبا بك، تفضلي. جيبوا هذا الدواء بسرعة، هيا. عندما كان جهاز القمع في الجزائر ينفذ عملية التهجير القهري، كانت هجرة أخرى اضطرارية تبدأ مسيرتها. عشرات المئات ممن لهم صلات عائلية بالمهجرين بالقوة أخذوا يهيمون على وجوههم في اتجاه أرض المغرب، وهم من أبناء الشعب الجزائري الشقيق، يمشون المسافات الطويلة ليلا ونهارا وفي خفية عن أجهزة الرصد والمراقبة، ويتحاشون جهد الإمكان أن يقعوا في قبضة أجهزة القمع المجندة لهذه الغاية التي وزعت في كل مكان في الغابات وفي كل جهة. خير قاعدين لمروك؟ هيا نروح جماعة، فرقونا على أولادنا، ربي يجازيهم. الحمد لله. زوجة اقتفت أثر زوجها وأبنائها، وزوج اقتفى أثر أبنائه وأهله في محاولة ليكون بجانبهم وليمارس رسالته في الرعاية الأبوية الفطرية. الخير عليكم. الخير. اش كلكم غاديين لمروك؟ نعم، 70 ولاد. مليح مليح، هيا نسيروا الطريق. أنا نعاونك ندوز معاك واحد اليوم. الله يرحم والدك، يرحم والدك. يا بنتي، يلا يا بسم الله، يلا بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. زيد يا بنتي زيدي. يلا يلا يلا. خذوا لي الولية وخلوا لي البز.
كما راكم تشوفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا زيد. هلا وقفوا تم. وين رايحين؟ رايحين للمروك؟ ياك تغطونا. فين بغيتنا نمشيو؟ المغرب طبعا. هذا هو الحل المنطقي. بالله عليك قول لي واش انت معانا ولا ضدنا؟ أنا حميكم. أنا جزائري ورايح للمروك. هيا زيتون. دكتور، عندنا واحد السيدة من المطرودين في حالة خطيرة. الله يرحمها، توفات. قدامنا سيدي رزقك كاع اللي جمعنا، فلوسنا مشات، حياتنا مشات، وليداتنا تفرقنا عليهم. اش من هذا الشيء؟ اخبار ماشي غير الاول، على هاد الناس يديروا فلوس دولهم هذا الحكايه هو الديسكو تاع بومدين. اش بالمومديان اش ما كان مصاصنا لنا بالمومديان. سيدي هذا الشيء راه مشى رزقنا ومشات حياتنا كامله اللي خدمنا طول العام كله مشى. ما القضايا غادي تكون ولا الانسان غادي يطلع. ولا تفرقوا على اولادهم. اش غادي يفرقوا على اولادنا ولازم حنا رزقنا حياتنا كلها اللي خدمنا كله مشى. هذوك راهم ماشي ناس، هذوك راهم ما يحبسوا ما يطلعوا. جاو فينا ما خلاونا رزقنا ولادنا فرقوا عليهم، ولكن الا تقابلوا تبقى في جيبك حي. غاديكونوا مروك غادي يكونوا مزيانين ان شاء الله. ان شاء الله حنا بعطافي غادي يكونوا مزيانين، ولكن هاد اللي كاع خدمنا في العمر كله، هاد الحصيصه كاع اللي جمعناها والفلوس اللي جمعناها مشات ضاع وكل شيء ضاع، الخدمه ديال العمر كلها. تفضلوا. طردوهم حفيانين عريانين وجردوهم من متاعهم، والغني منهم اصبح فقير واصبح واجب علينا نساعدوهم. نعم، اصبح واجب علينا نساعدهم، لكن اش نقدروا نديروا لهم؟ لازم نعملوا حاجه. هم اخواننا، جمعي لهم النص الملابس نتاعك والنص الملابس نتاعي، وانا غادي نشري لهم ما استطعت من المواد الغذائيه، ما ناكلوا حنايا حتى ياكلوا هما، ما نشربوا حنايا حتى يشربوا هما. أيها الإخوة المواطنون، من هذه الساحة الفسيحة أنقل لكم هذه الصورة الناطقة عن استقبال الجمهور المغربي، فهذه جماهير غفيرة من سكان وجدة، خرجت كلها نساء ورجالا، شيبا وشبابا، أطفالا ونساء،
خرجوا الكل لاستقبال أبناء عمهم، فمرحبا بكم بين أهليكم وذويكم. إن الذين ظنوا أنهم فعلوا سوءا فعكس ذلك، فهم جمعوا بين الإخوة، بين ابن العم وابن الخال وابن الخالة. فمرحبا بكم في دياركم، فعلى الرحب والسعة. جماهير غفيرة أجدها الآن، والكل يحاول أن يقدم هدية لأبناء عمه الذين طردتهم اليد الغشيمة، اليد الجزائرية. فمرحبا بكم يا أبناءنا، يا أبناء المغرب الحبيب، إلى أرضكم وأهلكم ودويكم، فستجدون في أرضكم ما يحلو لكم ويطيب. سيدتي وسادتي، من هذه الساحة واللسان قد يعجز عن التعبير، حيث كانت مفاجأة لأبنائنا وآبائنا وأجدادنا. إن هؤلاء الأعداء ظنوا أنهم فعلوا شر، فالعكس، نحن في حاجة إليكم، فلنا ما لكم وعليكم ما علينا. ففي بلدكم ستجدون ما يؤنس وما يشفي غليلكم. هؤلاء الأغشاوس، هؤلاء الأبطال الذين طردتهم اليد الغشيمة، يد الجزائر، هم الآن بين أهليهم ودويهم. فمرحبا بكم أيها الأبناء، فمرحبا وعلى الرحب والسعة. إذا كانت ماما تديك معايا وإذا كانت ماما تديني معاك، واخا؟ في الحقيقة أيها الإخوة، منظر تقشعر له الأبدان. الجماهير فين ماما؟ فين ماما متاعي؟ فين ماما؟ ونحن في أشد الحنين إليهم. الزمن والآن قد عاد إلى أهله ودويه، مغارب النساء تتعالى من كل مكان. أيها الأعزاء، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى، حيث يلتقي ميكروفون التلفزة بأحد أبناء المغرب الذين طردتهم يد الجزائر، يد الحكومة الجزائرية للحدود الجزائرية المغربية بأرض وجدة. أحاول أن ألتقي بأحد الشباب، فهم في حاجة للتعبير عما لديهم وما يخالج نفوسهم في هذه الفترة. الأخ، يمكن لك تقدم اسميتك للنظارة؟ اسم ديالي أزو عبد الرحيم. يعني طالب في بيوهر بمدينة وهران. جيتي بوحدك ولا مع أهلك؟ لا، جيت بوحدي. وأهلك بقاو هناك؟ ما باقي ما عرفتهم لحد الآن واش باقيين تما ولا دخلوا المغرب. أنا بديت كنقلب عليهم أنا في وجدة. ولكن حالتك نشوفها النفسية يعني مأثر، ما خصكش يعني أنت جزائرية؟ نعم. ما عندكش تأشيرة دخول المغرب؟ دخولي للمغرب لا يحتاج تأشيرة. فرق ولادي طبع في نفسي تأشيرة أبدية. زوجي وولدي طردوهم من الجزائر بعد 25 سنة. 12 سنة مرت على جوازنا. بهذه الطريقة التحقت كل أم جزائرية بولادها وزوجها
في المغرب. ألم تكفيك هاد التأشيرة المطبوعة على قلوب كل أمهات مثلي بلا أي ذنب ارتكبناه؟ مرحبا بك في بلادك المغرب. دقيقة من فضلكم، تفضلي عند الرئيس. يمينة. هي أخيرا هذه الأسر عادت تجمع شملها بكل الوسائل والطرق، وكانت مرة أخرى فرحة اللقاء.